هذول ثلاثة شباب في إحدى المحافظات وكانوا يتعاطون حبوب مخدرة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن الحبوب أنهتهم ماديا، ما عاد يملكون ولا ريال. راحوا لهذا يبون يشترون منه، قال فلوس. راحوا للثاني فلوس، راح الثالث فلوس، مع أنه يعني يعرفونهم وزباينهم لكن ما فيهم خير، لا هم لا اللي يبيع ولا اللي يشتري. نعم. هذه ما فيها مرجلة. بالتالي يبون هالبلا هذا. واحد معهم مع سيارة ونيت، وقعدوا يدورون في هالمحافظة هذه. الكلام هذا عام 1982 ميلادي، تو لا بعد جت اتصالات ولا بعد جت. فهم يدورون الظهر الا والله فيه ذاك الرجال في هال50 من عمره طالع من البنك. الرجال هذا معروف في الديره ولا هو بيسوق، لكنه راعي غنم. قالوا وش جايب ان فلان في البنك؟ والله ما غير جاي يسحب فلوس. تكلموا فيه، قال واحد العلم عندي فلان هذا بايع غنم امس على ولد عمي فلان ومعطيه شيك، وهذا والله ما يعرف الشيك ما الشيك جاي يبي يصرفه. قالوا بس معه فلوس وقف عنده. خذوا لفه وجو من ورا البنك وقفوا عنده. ركب، ارحب يا ابو فلان، ركب نوصلك بيتك. هو شمس ويبي سياره توصله بيته، وهم يشوفونه حط الظرف في جيبه وهو طالع. قالوا نبي الحذيه. الحذيه معروفه يعني عطنا من اللي معك. قال ما ابي حذيه ولا بدراهم. قالوا تسوي ما بدراهم، طلع من البنك. قال مسدد الفواتير، يتصدد عنهم. هو مو بوانسلهم بالحيل لكن يبي السياره بالعربي. قالوا الا انت بايع غنم وعطنا يا اخوي. قال إيه، منه كلمه منهم كلمه، زاد الكلام زاد الكلام، ما هم معطيهم فلوس بالعربي، هو عارفهم. السواق نسال الله السلامه، ما نقول اثار المخدرات، ما عادوا في شعوره يبي مخدرات وبس. قام طلع سكين من درج السياره وطعنه. يوم طعنه مد يده وخذ الظرف اللي في مخباته وفتح الباب ودفه. طاح الرجال صريع، انحاش بالسياره، انطلق بالسياره. يوم راح له يجي له 5 كيلو اللي وراه من يوم ما طعنه. طعنته يا المجنون بيذبحونا معك، احنا ما قلنا نذبحه، ما اتفقنا نذبح. قالوا شو تبون يعطوني الفلوس؟ انتم مجنن، ما هم معطيني الدراهم هلا بذبح. قال واحد منهم والله اني لبلغ عليك. قال تبلغ علي انا وانا ماخذ الفلوس لي ولك؟ وهو يوقف وينزلون الثلاثه ويتضاربون الثلاثه. السواق هو اكبرهم، اكبر منهم بسنتين، ضرب الاول. الثاني تقل فتر حيله شوي وتعافر هو وياه لين السكين اللي طعن بها الاول في جيبه طلعها وعطاها اياه. يوم طعنه طول الله ماركم الا غرقان في دم. ركب اي حط عن الثاني. هذا ثاني صريع له، وهو طعم يشغل سيارته وينطلق ويعرض الخط السريع وهو ينطلق. وين هو رايح؟ ما معه خبر، مرتاح وخايف وخلاص مسكوني بيمسكوني. المهم انه سرى نهاره كله لين جليل. يوم جليل ما عاد يدري وين هو فيه، ولا انا واقفين عند شبك المطار ولا ما عاد يقدر يتحرك. طف السياره وانسدح ورا ونام. خذ له يمكن ساعه ما درى الا السفتي يشتغل. اي الدوريات عنده امن، ما ممنوع تنوم هذا المكان. وش عندك؟ ويوم قام شاف الدوريات قام يرجف قلبه. قال اطرحوني مسكوني وما في شيء، ما سويت شيء. قالوا احنا ما قلنا لكم سوي شيء، بس يكاد المريب ان يقولوا خذوني. قال انا ما سويت شيء. قالوا احنا عارفين بس هنا ممنوع تنوم. قال انا مسافر. قال لي نم في اللي تبي بس هنا لا، احنا مسؤولين عن المكان ذا. قال ليش المكان ذا؟ وش؟ قال هذا المطار. قال المطار؟ انا كيف راح اتعلم بالي المطار؟ ان قعدت اليوم ولا بكره ولا بعدين بيمسكوني، خلاني اسافر انا بنحاش. المهم طال عمركم بكره الصبح وهو عند الجوازات. تعرفون على بال ما التعميم ذاك الوقت والتعاميم وتواصل وكذا ويعمم ورقم اللوحه يعني تاخذ وقت. فهو طلع جوازه واتجه لاقرب مركز شركه سفر وسياحه حجوزات. دخل عليها لا في ذاك الموظف، لان الرجال مختلف. قال اسمع احجز لي. كم معه الحين في جيبه؟ 25,000. هذه قيمة الغنم وقيمة السرقة والذبحة على 25,000. قال اسمع احجز لي أنا بسافر. قال ابشر تسافر، وش تبي؟ وين تبي تسافر؟ قال ما أدري. قال عجيب، ما في حد ما يدري وين بيسافر، لازم تعرف وين تبي تسافر. قال يا أخوي أنا اقلعني وبس أنا بسافر. قال طيب وين تبي 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 بحر؟ قال يا أخوي أبي الشيطان الرجيم اقلعني الله يقلعك وبس، لا تبلجني، أبي مكان ما يعرفه مسلم. قال غريب مكان طيب يعني من باب الضحك. قال تبي تروح لفرنش غيانا؟ قال وش ذي فرنش غيانا؟ قال هذه دولة ما قد حجاها. قال لي أنا بروح له أبيها ودني لها. قال ذي بعيدة ورحلات وتعب. قال أنا بروح لفرنش غيانا، ها اللي تقول ذي أنا ودني لها بس الحين أمشي. قال لي ما يخاف الحين طلع حاسب كم التذكرة لحالها بأكثر من 12,000 التذاكر. طلعه من الرياض للبحرين لبنان لفرنسا، من فرنسا إلى فرنش غيانا. جلس في الرحلات هذه في المطارات يمكن 2-3 أيام وهو لا ينام وحالته قشرة. تخيلوا وضعه. نزل بعد 3 يوم في فرنش غيانا، لا عارف ولا معروف ولا عارف لغة ولا عارف شيء أبد. نزل في الديرة تقريبا جزئين طبقية، طبقة عالية فنادق واقتصاد وطبقة كادحة تعبانة. فهو نزل ودار في البلد ما عاد يدري يروح ولا يدري وين يجي، ما تجوع حتى كلامهم ما يعرفه، فلوسهم ما عرف صرفها، ما عرف شيء، ضايع في عالم آخر. فقام يمشي معهم لين طواه الجوع.
اخر شيء صار يشتري، يقول ها ابي اكل بس، وكل واحد يوخر عنه، لين جاب الله له واحد رحمه اشر له. وين اشر له؟ على ايش؟ على الكنيسه. الكنيسه وش فيها؟ هم اكثرهم هي ساحليه، فالسمك اللي ما ينباع في السوق يصير نص عمر ياخذونه الصيادين يودونه الكنيسه، خلاص سووا اللي تبون يعني، فيسوونه يضبعوه. صار ياكل مسكين، خذ له يمكن اسبوع الى ما تجوع، رجع على هالمائده واكل منها وطلع. طبعا اكل من الله عليك عليه. عاش معهم فتره لين اللي قاله رجع، تصادق هو وياه، صار ايش؟ يشغل حمالي، يشيلوا ينزلون من السفن، واستمر معه فتره. بعد طبعا هو الان مخفي هويته، ولا يقول انا من وين، ولا مغير اسمه وكل شيء. المهم انه تصادق هو هالرجال هذا صداقه عظيمه. وبعد حوالي 9 شهور سنه انطلق لسانه بلغتهم. طبعا لغتهم انجليزيه لكنها مكسره، ما هي بانجليزيه صحيحه يعني، فيها اخطاء، فيها مختلفه شوي. فالحاصل عاش عيشة ضنكه زي عيشة الطبقة الكادحة التعبانة، يعني تقريبا ترى دخله البطنة، ما يستفيد شيء ولا يجمع شيء. بعد فترة انتقل مع خويه هذا الديرة الثانية في فرنشقيانة واشتغلوا. يوم من الأيام لقى الظهر، طبعا طبيعتهم كلهم طبيعتهم الظهر الشمس حامية ساحلية، فيريحون تحت الشجر يتسلقون وينامون شوي الظهر مقيال. فيقول يوم جالس مرة في الظلال لا يشوف رجال لابس النزار ويصلي في هالديرة يصلي غير، لا ولا لحية، شكله لا هو بهندي ولا هو مشكل، وضعه غريب. فراح وجلس عنده، قال السلام عليكم، قال عليكم السلام. قال انت تصلي؟ قال نعم. انت من وين؟ قال انا مسلم، اصولي يعني اجدادي فيهم حضارم وفيهم هنود وفيهم زنوج من افريقيا، فحنا خليط ومعي ناس واجد زيي هنا، الحين بيجون صلي. جو وصلوا، قالوا زين، دخل معه، انتقلوا معه لمدينتهم، طبعا عملهم موسمي، فرجعوا مدينتهم او بلدتهم، رجع معهم في نفس فرنشقيانة هذه، بلدة صغيرة. اعجبوا فيه واعجب فيهم، صار زي ما تقول صديق له الحي هذا كله. فاخذ له دكان، اعطوه طبعا مبلغ، وفتح له الدكان وصار ينام فيه ويبيع فيه وعيشته فيه ولا يتعدى. جلس فيه 6 سنوات. طبعا هو لما قال لهم ان انا حضرمي وتوني جاي، طبعا قال لهم انا حضرمي عفوا، قالوا زين يعني لسانك عربي؟ قال نعم. قال جابك الله تصلي بنا. هو اول ما يصلي طراه الصلاه ما يعرف الصلاه هو، قال بس اعطوني مصحف، صار يقرا، وما شاء الله لا اله الا الله فتح الله عليه، صار هو الامام ويقرا بهم، وما شاء الله يعني يدخل الإيمان في قلبه، صار ما يقدر يضيع الفرض بحكم انه الإمام بما فيها صلاة الفجر. بعد 6 سنوات قالوا يا فلان وش رايك تتزوج؟ انت لا رحت ولا سافرت ولا جيت ولا جاك زوار ولا عندك زود اتصالات، غريب، علمنا بسرك. قال ما عندي سر، انا مقطوع من الشر، خايف هو. قالوا طيب وش رايك نزوجك؟ هذا فلان عنده بنت. قال ما يخالف، خذها ولا بنت جميله وما شاء الله مؤدبه وحبها وحبته، جاه منها عيال. الحين هذول الربع ذولا فيه منهم ناس هاجروا الى هولندا قبل سنوات، حتى قبل لا يجي هو، ويسمع بهم هو في السنه يوم، يا هذولاك يجون عند ذولا 5 أيام اسبوع، او العكس ذولا يروحون. فهو عارف القصه هذه ان قاربنا في هولندا ونحن نتزاور احنا وياه. يقولوا له مشينا، تعال معنا خلينا نروح لفرنشقيانة. قال ابدا ولا تعدى ديرتي ولا اطلع من هالمكان. بعد 28 سنه لزموا عليه، قالوا الا تروح معنا لهولندا، شوف اقاربنا وشوف الدنيا، انت ايش خايف منه؟ حتى لو عليك قضيه ترى هنست. قال ها. طلعوا له جواز، طبعا هو خلال الوقت هذا ترى طلع اقامه في البدايه، بعدين طلع جنسيه فرنشقياني، وبعدين طلع جواز بحكم انه اقام سنوات في البلد، فصار مواطن عادي. فطلع جواز وسافر الى هولندا معه. قالوا بكره بنروح للعاصمه نسيت اسمها عشان في صلاه جمعه وفي مسجد. المسجد هذا وين فيه؟ جنب السفاره السعوديه. شوفوا الدنيا وشلون. فلما اقبلوا مع الشارع المسجد على اليسار والسفاره على اليمين، شاف العلم في كايين. هذا ها؟ كايين العاصمه اعتقد انها كايين، اعتقد نعم. الحاصل انه لقوا شاف العلم، يوم شاف العلم ودلي دموعه تهل بدون صياح، ماسك نفسه لكن دموعه تهل يوم شاف علم السعوديه بس بعد 28 سنه. وناظروا وقالوا وش فيك يا فلان؟ قال ما فيني شيء بس عيوني فيها حراره وحساسيه. قالوا طيب، هم عارفين عنده بلد. دخلوا المسجد وصلوا الجمعه. يوم طلعوا هو ما وده تخلص صلاه الجمعه ابد، لانه شاف وجيه سعوديين وعرب وحن قلبه سبحان الله العظيم. فلما طلعوا لقى 2 3 يتكلمون بلهجه سعوديه نجديه، فقعد يتسمع لهم وراح وسلم عليهم. لما انصرفوا 2 سلم على الثالث رجل كبير رزين، قال له لو سمحت انت من وين؟ قال من السعوديه. قال فيه رجال صديق لي في السعوديه، انا حضرمي واشتغلت عندهم في الديره هذه، ابوي كان عنده بقاله في الديره هذه، ودي اتواصل معه، تقدر تجيب لي رقمه؟ قال اقدر، مع اني ما اعتقد ان كلامك كله صحيح لانك انت ما انت بحضرمي. واضح. اي واضح. لكن قال لا انا قال بكيفك انا بساعدك. وش اسم خويك؟ وفي اي ديره؟ قال في الديره الفلانيه وهذا اسمه فلان بن فلان ثاني. هو اللي طقه الثالث بس ما طعنه، وتوقع انه هو اللي نجا منهم، فقال عطني اسمه، اعطاه اسمه.
بعد حوالي 3 أسابيع اتصل به، تواصلوا معه ورجع هو لفرنشجيانا، اعطاه رقمه، تواصل معه واعطاه الرقم، قال هذا رقم صاحبك وترى حي يرزق. طبعا له عياره هذا فاتصل عليه، بس عياره اي مصيبه نساها يعني، مثل ما تقول عريف، خلينا نقول. قال عريف، قال ها، قال انت عريف، قال دقيقه، طلع وكلمه برا المجلس اللي كان فيه. قال من انت؟ قال انا فلان. قال اسالك بالله انت حي، انت فلان؟ قال اي والله العظيم انا فلان. قال انت خبل، وينك انت؟ وينك؟ قال انا فرض الله. قال يا مجنون، وش يوديك ما ادري وينك فيها الحين انت؟ وش علمك انت؟ قال هذا علي رقبتين. قال ما عليك شيء. قال شلون؟ قال ما مات، وفي اسبوعها راحوا اهلك وجماعك وطلبوهم وراحت حبه خشوم ومطامر حصن وصلاح وفلح. انت وين غديت؟ قال انا 28 سنه. 28 سنه. قال والله انها منتهيه ما كملت اسبوعين القضايا اللي وكلنا عقلنا وكبرنا وتركنا بلاوينا ذيك. انت مضيع نفسك. تعال تواصل مع الاهلي، قال ابوك مات وامك ماتت واخوك فلان يطلب كل حل، بقى عياله. قال طيب، رجع الرجال، عاد بنختصرها، رجع الرجال يوم رجع جل ديرته وراح لبيت ابوه. يوم جاء بيت ابوه ولا بيت شعبي قديم اللي كانوا ساكنينه، ولا ولد اخوه حاطه مستودع، حاط له محل تجاري وحاط بيت جدته مستودع. لقى الولد ولد في 25 26 سنه، قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال انا ابي اهل هالبيت. قال اهل هالبيت فنيوا يا عم، لكن اقرط معنا في بيتنا. قال ان شاء الله. انت من انت؟ قال انا فلان. ابن؟ قال ابن فلان. قال ايه ونعم، اجاب اروح معك. ابوك موجود؟ قال الله في البيت. قال ذهب الدله. قال انا وراك. اتصل قال ترى معي رجال ما اعرفه، بس اني لقيته عند بيت جد. قال الله يحييه. تقابلوا. يوم دخل المجلس قال مرحبا هذا اخوك تبر شوي في السن وقل شوفه، فز وسلم عليه، يا هلا بالضيف، الله حيه يلا حيه. يوم اقبل وضبط يده قال ما عرفتني يا اخوي فلان. قال فلان وهو يخم. قال راح يا ولدي عزم عمانك وعماتك كلهم، قل لا يتاخر منهم حتى اخوهم جاء. الله اكبر. عقب 28 او 29 سنه ويجي ويجلس معهم ويستانسوا. وقالوا عاد ارجع تعال بعيالك وعيش معنا. قال ما عاد تصلح. طبعا هو هناك تطور نشاطه وصار عنده الشركه وتاجر، صار بخير، فصار من اهل البلد هناك. انا قال عيشتي هناك والله انها شوفتكم احب لي، لكن هناك مصلحتي ما عاد اقدر اعيش هنا. فرجع وعاش هناك وصار يتواصل معهم في رمضان وفي اتصالات وكذا. وهذه سالفته وسلامتكم.